بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح حصل موقف غريب كده من بعض بتوع الاشغالات في المحليات. في موظفين كده بتبقى شغالة بلطجة، شغل بلطجة بالظبط. انت شفت واحد مخالف في الشارع، واجبك كرجل محليات او رجل تعتبر بالنسبة انت المشكلة اللي فيكم ان انتم موظفين جابوكم. مش الواحد مش عايز يغلط، الواحد مش عاوز يغلط في الموظفين بتاعت المحليات. الموقف مستفز جدا ويضايق قوي. خلي بالك المواطن اللي انت بتجل منه في الشارع ده، انت بتاخد مرتبك من جيبه، مرتبك انت بتاخده من جيبه هو. يعني انت ما تبقاش موظف شحات وتطلع تجرفنا على الملأ وتجل ادبك على الناس الغلابه. ده لو واحد ليه ظهر هتبوس على ايده وتحب على جزمته. انت فاهم انا لما اقول ايه؟ لانه هيفصلك من شغلك. لو واحد معروف وواصل في البلد ما تقدرش تعمل معاه اللي انت ما تعمله، لانك جبان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مش رحمنا. نشوف بس الفيديو مع بعض. الراجل بيقول ارحموني لوجه الله، واحد غلبان. نقول له ما اكلتش من الصبح. والله العظيم لا اقسمك بالله العظيم الامراض. حياة النبي، حياة ربنا، حياة ربنا. حلفتك بالله عليك والله يا حبيبي والله عليك. ده لو واحد واصل هيعملوا معاه كده. بص الموظفين لما تمشي ازاي، ولا كأنه بني آدم. عادي الحياة بالنسبة له. وبعد الإهانة ديات طبعا السيد رئيس المدينة اللي هو ماسك المنطقة دي طلع عشان خاطر يهدي الرأي العام ويقول لك احنا جبنا الواد واعتذرنا له، او جبنا الراجل ده واعتذرنا له وقلنا له هنسلمك وظيفة. طب هو لازم تهينه عشان خاطر تسلم وظيفة؟ لازم تجل منه في الشارع عشان تسلم وظيفة؟ ما تقول لرجالتك تتعلم الادب والاحترام بالمعاملة من ايا كان، حتى لو مخالف، ايا كان لو الشخص اللي قدامك مخالف اعمل له محضر بالورقة والقلم. ليه الاهانة وقلة الادب؟ ليه شغل البلطجة؟ ليه شغل البلطجة ده؟ انت حتة موظف لو رحت ولا جيت مالكش لازمة. انت حتة موظف مالكش لازمة غير في المهمة بتاعتك اللي انت بتأديها. انما قلة ادب وسفالة وتقعد تتطاولوا على الناس دي اسمها بلطجة، اسمها بلط. لو هو طلع على النيابة، لو هو ما يفهم في القانون وطلع على النيابة الإدارية هتحب على جزمته. انت هتحب على جزمته عشان يصطلح لك. اتعلموا الادب شوية واحترموا روحكم شوية. احترم روحك انت كموظف. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ده اسلوبكم مع الناس؟ انتوا قدوة، المفروض انتوا قدوة. شغلكم ده والله العظيم، والله وزير التنمية المحلية لو فعلا لو انت بتحس بالناس حقيقي يعني افصل الطقم كله بتاع الاشغالات برئيس المدينة عشان يبقى عبرة لغيره. خلي الموظف بتاعك يبقى طالع بالورقة والقلم. استخدم الورقة والقلم. ليه الاسلوب البلطجة والاسلوب ده في الشارع وتتطاولوا على الناس؟ ليه؟ هل ده حرام ولا حلال؟ واحد بيقول لك ما اكلتش من الصبح عشان خاطر ربنا انا مش، امال هيتحايل عليك؟ اتقوا الله شويه، جرفتونا. حسبي الله ونعم الوكيل.